الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم يقول في إحدى قصائده: ناح النواح والنواحة على بقرة حاحة النطاحة والبقرة حلوب حاحة، وغيرها من القصيدة. بطبيعة الحال اخترت هذه الدخلة باش نحكي على بطولة حاحة، البطولة المحترفة التونسية والمنحرفة. بطبيعة الحال حاتم الترابيزي سبق له أنه سماها بطولة مرجان أحمد مرجان. أنا سميتها بطولة حاحة. علاش؟ على خاطر كثروا لي بارازيت الايامات هذه بشكل اسبوع غير عادي، اسبوع كله بارازيت. ولهنا راهو بالحق خلينا نحكي بشكل معناها جدي شويه. راهو مانيش نقصد في حاجه اخرى، يعني مانيش نستند لكلمه ماهر الكنزاري. احقاقا الحق نحترم كل انسان مهما كانت الوضعيه، ولكن نحكي على لي بارازيت ميدياتيك اللي صاروا الاسبوع هذا. برشا برشا بارازيت في الجمعه هذه. هاي سيدي، نشوفوا المواضيع اللي ربما تستاهل أنا نحكوا عليها، ونشوفوا هما شنو يحكوا. رينا في الأسبوع الفارط، نهار السبت الفارط، نظرية جديدة في مثلا التحكي، نظرية المسك الغير مؤثر. طلع لنا باسي يوسف السرايري. ولكن باهي نقولوا هذه مش مشكل. أما المشكل الكبير، رينا في مباراة النادي الأفريقي والنادي البنزرتي حكام فار ما يعرفوش يستعملوا الفار، ما يفرقوش خط التسلل. هل أنه الإعلام أحكي عليهم؟ دي هذه فضيحة، فضيحة تحكيمية غير مسبوقة. يا سي جمال الحمودي، راهو عندك حكام ما يعرفوش يعملوا خزمة متاع تسلل. شي مازال أكثر من هيك الإعلام أحكي عليها؟ يعدي يا ولدي جمال الحمودي متاعنا والكلنا تابعين بعضنا. أكثر من هيك؟ رينا المنافس القادم للترجي الرياضي التونسي اللي هو مستقبل سليمان يتدرب في حديقة الترجي الرياضي التونسي. هاي تخيلوا. ما اش مازال هيك اكثر من هيك؟ وبعد يقول لك لا ما فماش تضارب مصالح ونظرية المؤامرة لا ولا اللي جاك اغرب، والله اللي جاك اغرب. رئيس مستقبل سليمان يوعد لاعبي فريقه، فريق مستقبل سليمان، ب5 ملايين في صورة الانتصار على الترجي الرياضي التونسي. ما سمعتنيش؟ رئيس مستقبل سليمان يوعد لاعبي الفريق متاعو، لاعبي مستقبل سليمان، انهم اذا فازوا في المباراة القادمة على الترجي كل واحد باش ياخذ 5 ملايين. واضح؟ يظهر لي ما صدقتنيش. رئيس مستقبل سليمان بالله صدقني مش عارف يصدقون. وعد لاعبي مستقبل سليمان ب5 ملايين في صورة الفوز على الترجي. انا ما هيش مشكلتي لهنا، راهو باش نكونوا واضحين. مشكلتي شكون باش يدفعهم رئيس مستقبل سليمان ولا رئيس الترجي؟ بالحق راهو شيء يضحك. هذا الكل لا يرتقي انه يكون خبر صحفي. ما نجموش نحكوا عليه لا في الموزاييك ولا في الديوان ولا في الاذاعه الوطنيه ولا في التلفزه الوطنيه ولا كله. ما يصلحوش يكونوا، خاصة انك الخبر الاولاني نتاع حكام الفار اللي ما عرفوش التوا قانون تسلل. جمال الحمودي خلوه في بلاصته وقاعد يخدم في خدمة كبيرة للتحكيم التونسي. هذه الكل نحي. شنو اللي يهمنا سيدي؟ النادي الافريقي عنده 8 مليارات ديون. يا ولدي راهم مليار. لا، 7 مليارات. ايش بكم طيحتوا مليار؟ في هذاك هو غلطنا من الاول. باه، 7 مليارات. راهو امين المال نتاع النادي الافريقي قال لك لا المليار، لا 7 مليارات. محمد الشافعي كذب. يا ودي انت مالك وماله محمد الشافعي؟ يا اخي انت كلوبيست. رانا احنا في الكلوب فينا شكون مقسومين شويه، جماعه مع مهدي ميلاد والايد هاركه كل والمناع، وجماعه مع فرقي ومحمد الشافعي. لا، محمد الشافعي صحيح. هبطنا البيانات الماليه في الواحد، لا 7 مليارات. يا ولدي راهو المناعي قال لك مليار. لا يا اخي، هو خرج لكم المناعي قال لكم راهي 880 مليون، والوثائق تثبت هذا، وطلعتوا كذابه، طلعتوا منافقين، طلعتوا اعلام العار، طلعتوا اعلام الحليب الفاسد. هاش علينا.
فراس شواط هو الوحيد اللي مركب في النادي الافريقي، والنادي الافريقي واقف فكان على الشواط. هي روناف جبناه باش يماركي الاهداف اللي ينقص النادي الافريقي سنوات طويله، هو قلب هجوم يسجل الاهداف. الترجي شريت داناو باربع مليارات ونص باش يماركي لها الاهداف. ما عجبكمش داناو ماهوش يماركي، مشيتوا لفراس شواط اللي يماركي. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعد يقول لك النادي الافريقي ما فماش لا مؤامرة، وانتم وحدكم ويا الكلوب يستي، وكان تبدلوا العقلية هذه تا وقتها. اما دام تخموا هكا الافريقي ما تقوم لهاش القايم. يا ولدي، يا ولدي جايبين على واحد باربع مليارات ونص ما مركلهم حتى بونتو، ولا هم بشوات. فهمت كيفاش هو الوحيد اللي ماركي في الكلوب؟ لا لا اله الا الله. بارا سيدي هش علينا. احتراز ايمن الحارسي، لا اعتراض لا احتراز، اعتراض لا احتراز. النادي البنزرتي عنا مؤيدات. والله تمنيت كان جيت قريت مسرح، قسم بالله ريت تتفرج فيه. تبع الميديا متاع تونس، خاصة الإعلام الرياضي، قادر كل أسبوع تخرج مسرحية. تعمل مسرحية كاملة، سيناريو كامل، مسرحية تاع ساعة ونص ساعتين كل أسبوع. أما لا غالب، لا عندي المؤهلات المسرحية ولا قريت مسرح. أما بالحق شيء لا يصدق. على كل حال، شيء هذا الكل بطبيعة الحال كنا نبهنا له، نبهنا له قبل ما تبدأ مرحلة الإياب، ونبهت له قبل ما تبدأ البطولة. ولكن توا بدلوا سانكيام الجماعة الكل. رينا فرق تتكتل مع بعضها ضد النادي الافريقي، يعني قصة حب وغرام يعني وكيمياء. السعادة فهمتني المتوفرة اليوم ما بين جماهير الترجي والسي اس اس غير عادي. على شنو متفاهمين؟ على الاحتراز بتاع النادي البنزرتي. ربي. هذه تو المسألة ما بين النادي الافريقي والنادي البنزرتي. هي ما بين، عندي الروح الرياضية باش من بعد ما تبدوش انتم تكتبوا فيها الجمهور بتاع الفرق الاخرى. المسألة ما بين الزناطير والسردينة. الناديك واش دخلهم؟ بالحق يا دندوك شنو مدخلك؟ الحكاية ما بين الكلوب وبنزرت. الترجي اش مدخلها؟ الصفاقس شنو مدخلها؟ ها هذا الكل على خاطر الكلوب رجعت. هي. تو السي اس اس بالله، جمهور السي اس اس اسكو كي باش تحارب النادي الافريقي، باش تنجمها انت الترجي وحدك؟ باش تنجمها المنظومة هذه وحدك؟ بطبيعة الحال ما تمكش تنجمها. ثم الحرب قائمة في صفاقس. يا ولدي دي الدنيا مقلوبة. حلونا المدارج الشمالية والمدارج الجنوبية والظهرية والقبلية والشرقية والغربية، وحلونا المطار وفوق الأرض وتحت الأرض. علاش هذه الكل؟ الكليب جاي. عندكم الحق. بالحق نتفهمها النادي الصفاقسي وجمهور السي اس اس، نتفاهم الوضعية هكي. بالحق باش تلعبوا مع النادي الافريقي، باش تلعبوا مع فريق كبير. دونك هذا حدث وطني بالنسبة لكم، دونك من حقكم انكم تعملوا الشوشرة هذه والمطالب هذه الكل. تحبوا تستمتعوا بالكورة، تران باهي، محظوظين انه عندكم تران باهي متاع كورة. وان شاء الله نشوفوا كرة قدم مزيانة نهار الأحد القادم، وإن شاء الله تنتصر النادي الأفريقي. أما هم زادوا سي جمال الحمودي مشى لكم بهواتكم وحط لنا فرج عبد اللاوي. وإن شاء الله حكام الفار يطلعوا يعرفوا يعملوا الخزمة متاع التسلل. وإن شاء الله ما تكونش فما ورقة حمر للنادي الأفريقي وورقة حمر ضد السي اس اس، يشوفوا متاع الأفريقي وما يشوفوش متاع السي اس اس كيما صارت 3 سنين التالي مع بسام السرارفي. هذا هو حال بطولتنا، وهذا حال كورتنا. منظومة متكاملة. اليوم مرينا في اجتماع الرابطة مسؤول من لجنة التحكيم، مسؤول في لجنة التحكيم اللي هي القضاة
اللي باش يحكم ضد النادي الافريقي او ضد النادي البنزرتي. المسؤول هذا سبق له، القاضي هذا سبق له انه ترافع ضد النادي الافريقي في ملف سبورتينج المكني. ماهوش تضارب مصالح، بالحق ماهوش تضارب مصالح. معناه مسؤول في هيكل وطني اليوم يخدم لهنا في هذيك هوند، يولدي ما كلها كورة وكلها رياضة، هذه أندية تونسية. شي الخرم هذا؟ ورغم هذا سامحوا لهم أنهم يعملوا يكون موجود في اللجنة. تفضل يا نادي البنزرتي، نادي البنزرتي أسبوع كامل يتحكي، وعنا المؤيدات متاعنا وعنا المؤيدات وما نشبش نكشفوا أوراقنا. هاي بقينا قلنا بالك نعرفوش الأقدار شنو تنجم تخبي، ربما النادي الافريقي عمل خطأ إداري أو كذا. جو اليوم طلعوا ورقة لا، جايبين ساشيات سردينة وجو يجروا داخلين بها قاعة المرافعات. يودوني هي أوراقك باللي يا كلوب أفريقيا أعطيني الأوراق. تفضلي هاي الأوراق، ما يصيرش نطلعوا عليهم الأسبوع القادم، اطلعوا عليهم في عقلكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تذكروها العام نادي البنزرتي منين عملت احتراز على لا شيء، قالك من حقنا نعملوا احتراز، هنعمل احتراز على توش وقت مفروض انه توش البنزرتي توقف اللعب كي رجعنا. الحكم عطاتوش الكلوب افريكان، شو عملوا عليها احتراز؟ كي سألوا بعد المسؤول علاش عملت احتراز؟ تي ما هو من حقنا نعملوا احتراز، هنعمل احتراز. هي علاش احتراز وكا، وهذه هي اليوم ما مش فاهمين ارواحهم، احتراز ولا اعتراض. يا ربي حن. اكيد راكم ريتوا في الصورة الثامبنيل متاع الحلقة عملت شات جي بي تي. شات جي بي تي ايش دخلوا يا نبيل؟ مهم هما دخلوا عاد جماعة كاملة يحكوا على الاحتراز متاع يوم الحارس. جابوا محامي متاع نفقة متاع اطلاق، جابوا محامين متاع الميراث وانواع المحامين الكل جابوهم، ما لقوش حل للاحتراز هذا. دورات شات جي بي تي هاو السيد هذا صحفي اسمه صادق قروز مكشخ في الدم، قال لك يا سيدي هاي برا نشوف نلقوش مع شات جي بي تي حل. نعرف الجمهور المتعود عليه اول مره بتشوفني في الحاله هذه قسم بالله لن تعاطى حتى شيء. الحاجه الوحيده اللي نتعاطى فيها هي البطوله التونسيه. والله حال يا والله حال. يا وليدي يا وليدي رانا مازلنا ندردش ومازلنا نبنوا في فريق، والله مازلنا نبنوا و... صحيح نحكوا على البطولة ونحبوا نربحوا البطولة، ايه نعرفوا اللي هي صعيبة راي وباش نحاربوا عليه. اما اونفان مقتنعين رانا ككليبستية انه كي خلصنا الديون متاعنا هذيك انجاز. تتويج بطولة انجاز عظيم في ظل المنظومة متاعكم. اما في الاخر رانا والله مازلنا نبنوا في فريق، مازلنا ندج، ما عندناش قدرة باش نشروا جوار هكا ب4 مليارات ونص ونفكوا جوار من المطار، ما عندناش قدرة مازلنا. والله مازلنا بالحق استعملوا في هذا الكل. يا ولدي اموركم مفرعسه في الشامبيونز ليج ومع الكانزاري وداخلين بعضكم وجايبين المساكن وجايبين فهمتني بالمية ملايين ولين في الكليب. يا ولدي والله راهو عيب اللي تعملوا فيه، تصرفوا في هذا الكل على الميديا وبيبليستي على خاطر الكليب افريكان. بالحق كم انت عظيم للنادي الافريقي حتى في اتعس حالاتك، فهمتني. غصة تبقى غصة في قلوبه، فما بالك اليوم النادي الافريقي شد الثنية الصحيحة. اليوم تأكدت بالحق، خلينا نحكوا شوية جديات،
انهم حسوا بالخطر وفهموا اللي النادي الافريقي في الثنية الصحيحة. عارفوا ان النادي الصحيح رانا ديما ماناش باش نتغروا سي، تعظنا بالدروس ونعرفوا حجمنا. اما زاد نعرفوا حجمكم انتم، نعرفوا اللي حجمنا قادرين نراهنوا على البطولة. بكري قلتها مازلنا صغار، طبيعة الحال هذاك الكلام تاع فذلك ايامات بعد ايامات اليونسي واللي صار فينا وقتها، وبعد ايامات العلمي. مادام خرجنا من الفترة هذيك النادي الافريقي لاباس. النادي الافريقي يمرض ولا يموت. واليوم راجع لكم الكلوب افريكان، تحاربوا تستعملوا الحليب، تستعملوا السردينة، تستعملوا الهريسة، تستعملوهم الكل. ما عندكم وين باش توصلوا؟ تستعملوا تشات جي بي تي، ما عندكم وين توصلوا. لأنه النادي الافريقي راجع رغم انفكم، يا منظومة الفساد، يا منظومة الحليب، يا منظومة الحكام فهمتني متاع الرشوة وغيرها. تعرف علاش نضحك؟ بالحق شيخ ومستمتع، لأني تأكدت أنه النادي الأفريقي بالفعل شد الثنية الصحيحة ورجع البلاصة. صحيح ما وصلناش المرتبة اللي نحلموا بها، ولكن نعرفوا لو كان جت بطولة نظيفة قادرين نربحوها البطولة بكل أريحية. لكن مادامكم مشيتوا استعنتوا مرة أخرى بالتحكيم وبالإعلام وبالفرق الأخرى، وهاي بدأت تسخط الأقنعة وقت اللي النادي الأفريقي يتكلم على تضارب المصالح. ما فما حتى جمعية وقفت معانا، لا سي اس اس لا ليتوال لا غيرها. فما شوية جمهور الستاد. البقية هاي جت المقابلة هذه وطيحت الأقنعة الكل. دونك النادي الأفريقي يلزم يفهم شنية التحديات اللي تستنى فيه. شادين ثنية صحيحة، نمشوا خطيوة واحدة واحدة اوكي، لكن هاك باقي تتعرف يوم بعد يوم شكون هم اعدائك وشكون هم الناس اللي تدعي اللي هي اصدقاء مي اوفون ما يتعملش عليهم، على خاطرهم الكل في خندق واحد، خندق المنظومة. وفي الاخير نقول لكم ناح النواح والنواحة على بقرة حاحة النطاحة، والبقرة انقهرت حاحة من القهر اندهرت حاحة.